طب إيه الحاجات اللي بتسعدك، اللي بتخلّيك في لحظة كده تنسى الاكتئاب؟ ماما. ربنا يخلّيها لك. ما ماما واللحظات النادرة أوي، مش نادرة، هي كتير بس نادرًا ما أنا باصدّقها، لمّا ألاقي حد يقول لي أنا الbusiness بتاعي فرق بكلامك، بس ماما أكتر. ما لإن دايمًا لمّا حد يقول لي الbusiness بتاعي فرق في كلامك، دايمًا الimposter syndrome بتطلع، ده النت بس اللي أنت بتجاملني، إنما أنت مش أنا اللي فرقت معاك ولا حاجة. plus برضه إن من ضمن الحاجات اللي بتحمي إنك من الغرور في الوطن العربي، بالصلاة على النبي يعني المتابعين ما بيرحموش. هو أنت قررت تنجح فإحنا إحنا هندوس على وشك. طب أنت بتتعامل مع ده إزاي؟ على حسب. ساعات برد الهجوم بهجوم، ساعات بسكت، ساعات بتساءل ماذا لو هم صح. اليوم اللي بسأل ماذا لو هم صح دي إمم. فيها شهرين ما قاعد بسأل أي حد معدي في الشارع أنا صح ولا غلط. ودي بقى الفترة اللي أنا ما ببقاش عايز أشتغل فيها مع حد، لأن برضو في ناس بتاخدها بالباند واجن افكت أو تأثير القطيع. ده صلاح فاشل فيلا بينا كلنا صلاح فاشل، خاصة إن أنا الهيستوري بتاعي أصلا الباك مايند بتاعي إنك كنت هذا الطفل يعني، آه فبيبقى إن أكنهم النجاح حاجة بيأكدوا استثنائية. المعلومة. المشكلة إن الناس اللي ناجحة، الناس بتشوف النجاح ما بتشوفش اللي ورا النجاح. طبعًا. فاحنا لو جينا نحسبها نسبة وتناسب، فلو قلت إن حياتي 100%، 80% منهم فشل و20% بس نجاح. فلما حد يجي ينكش في حتة النجاح دي هبقى ميال إن أصدقه.